في شتاء سنة 1920 هرم نحو 6000 من نخبة الضباط الروس التابعين لسرب البحرية رفقة عائلاتهم نحو المجهول من جحيم الحرب الأهلية التي هزت روسيا القيصرية سنة 1917، وأنهت حكم القيصر نيكولاي الثاني إثر إعدامه رفقة عائلته بعد اندلاع الثورة البلشفية في شبه جزيرة القرم التي استولى عليها البلاشفة، وأفضت إلى قيام روسيا السوفيتية في تلك الحقبة، وبذلك أصبحوا بلا وطن ولا هوية رسمية، وغادروا سواحل جزيرة القرم. صارت 33 سفينة من سرب الإمبراطورية الروسية نحو البحر الأبيض المتوسط، ومن بعيد بدأت تنوح سواحل مدينة بنزرت شمال تونس. وصلت تلك القوات إلى ميناء بنزرت، وتم ذلك إثر موافقة المستعمر الفرنسي على استقبالهم. أقام أفراد الجيش الأبيض الروسي 4 سنوات من الحجر الإجباري على متن السفن والبوارج الحربية الراسية في ميناء بنزرت، وخصصت لهم إعانات، فأسسوا المدرسة البحرية في منطقة الجبل الكبير على أمل الرجوع إلى الوطن، ثم أغلقت نهائيا بقرار من السلطات الفرنسية سنة 1924، وسرعان ما طالبتهم بإخلاء السفن ثم تفكيكها أو بيعها. غادرت بعدها أغلب السفن الروسية نحو فرنسا، ولم يتبقى سوى 700 روسي في مدينة بنزرت. ثم أوقفت فرنسا امتيازاتهم المالية، وفرضت عليهم التنازل عن رتبهم العسكرية العالية والقبول بوظائف أقل بكثير من مؤهلاتهم برواتب متدنية في البحرية الفرنسية، أو العمل في الفلاحة في حظائر المعمرين وغيرها من المهن، فتدهورت معيشتهم. وفي هذا السياق تذكر الكاتبة الروسية ابنة بنزرت إنستازيا شيرنسكي كيف عملت والدتها، وهي زوجة القائد السابق للبحرية الروسية، معينة منزلية لدى إحدى العائلات الفرنسية في بنزرت. وافقت وقتها السلطات الفرنسية على منح ترخيص لبناء كنيسة القديس ألكسندر فينسكي التابعة للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وكان من بين الموجودين على متن السفن 13 قس أرثوذكسي، وفتحت أبوابها سنة 1938 على تخوم بنزرت، كما يوجد مقبرة البحارة الروسيين في بنزرت. وهكذا دخلوا في المجتمع التونسي آنذاك مع إصرارهم على المحافظة على ثقافتهم والتمسك بجذورهم بالرغم من بعدهم آلاف الأميال عن الوطن الأم.